لو بتحضر دلوقتي لامتحان البي ام بي او اي امتحان تاني، الذكاء الاصطناعي هيقدر يساعدك في انك تتاكد انك بتستوفي الشروط المبدئيه للتقدم للامتحان اللي هي الاليجيبيليتي كرايتيريا. هيساعدك كمان في كتابه الابلكيشن اللي انت بتقدم بيها على موقع البي ام اي، وهيساعدك في فهم المفاهيم الصعبة عليك او يشرحها لك او حتى يحكي لك حدوتة يفسرها لك عشان ما تنساش المفاهيم دي بعد كده لما تقرأ لها حدوتة سواء بالانجليزي او حتى بالعامية المصرية. واخيرا انه هيساعدك في اجابة الاسئلة، وكمان يقدر يقول لك جاستيفيكيشن او تحليل للاجابة دي هي اللي صح والاجابة دي مش صح. طبعا الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى موضوع الساعة. ناس كتيرة بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واستخداماته في المجالات المختلفة. واحد من أهم المجالات دي طبعا هو إدارة المشروعات. فهنتكلم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات ككل ومكتب إدارة المشروعات في فيديوهات تانية كتير، ولكن الفيديو ده مخصص بشكل أساسي لمساعدتك لو أنت بتجهز نفسك دلوقتي لأي شهادة أو امتحان أنت هتقدم عليه قريب، سواء البي ام بي، اي سي بي، اي سيرتيفيكت تانية انت حابب تاخدها من اي اكريديتيشن بودي، يعني مش لازم البي ام اي بس، ايا كان الجهه اللي انت هتاخد منها اعتماد تقدر تطبق عليها نفس الكلام اللي احنا هنحكيه النهارده. الحاجة الأولانية اللي حابب أكد عليها إن الموضوع ده مش مرتبط بس بتشات جي بي تي، دلوقتي بقى في موديلز كتيرة تانية تقدر تستخدمها لإنك تعمل شات مع الارتفيشال انتليجنس، زي مثلا يو دوت كوم أو بينج. وطبعا بينج دلوقتي سهل إنك تستخدمه على طول، مفيش أي ريستريكشنز إن هو متاح في دول ومش متاح في دول، وعشان تفتح تشات جي بي تي تعمل بقى في بي ان وتاخد رقم أجنبي والكلام ده كله. لو انت مش متاح معاك تشات جي بي تي تقدر تستخدم بينج، وبينج طبعا سهل جدا ان انت هتحمل بس المتصفح الانترنت بتاع ايدج اسمه مايكروسوفت ايدج، هتحمله عندك سواء على الموبايل او على اللابتوب، وبعد كده تدخل على بينج. هو عامل زي جوجل كده زي ما احنا متعودين على جوجل، بينج ده برضو محرك بحث. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونشوف اول استخدام لينا مع الذكاء الاصطناعي. لو انت دلوقتي محتار انت هتقدر تستوفي شروط التقدم للامتحان ولا لا، امتحانات كتيرة بتشترط مثلا عدد سنين معين من الخبرة، بتشترط ان انت يكون معاك شهادة جامعية، او لو انت معاك مؤهل متوسط فعدد سنين الخبرة هتبقى قد ايه. ممكن ان احنا نشوف الحاجات دي ونتأكد هل احنا بنستوفي الشروط دي ولا لا من خلال سؤال الذكاء الاصطناعي. خلينا نبص مع بعض كده. هتلاقي ان انا مثلا كتبت له واحده من الكيسز اللي جات لي قبل كده، انه واحد بيشتغل بزنس اناليست في سوفت وير كومباني بقاله سنتين، وكان قبلها بيشتغل فرونت اند ديفلوبر بقاله سنتين ونص في شركه ثانيه، وهو كان بيشتغل في بيئه عمل ليها علاقه بالمشاريع. يعني هو ما كانش مدير مشروعات، ولكن هو كان في بيئه عمل ليها علاقه بالمشاريع، ودي حاجه تقدر تقدم بيها على البي ام اي عادي، انت مش لازم يكون معاك تايتل مدير المشروع. لما كتبنا الكلام ده نشوف بقى الذكاء الاصطناعي جاوب علينا قال لنا ايه. فقال لك والله ايوه انت كده تقدر تبقى eligible انك تقدم على الامتحان، ووضح لك كمان المعايير اللي البي ام اي حاططها عشان البي ام بي سيرتيفيكيشن، ويعني قال لك كمان ان انت تقدر انك تستزيد عن الموضوع ده من خلال المتابعه على الموقع. فدي كيس ممكن بتقابلني كتير جدا جدا، ان حد يبعت ويقول لي انا عايز ادخل الامتحان فهل انا بستوفي الشروط بتاعته ولا لا. فالرد هنا ان تشات جي بي تي يقدر يساعدك في حاجه زي دي، سواء تشات جي بي تي او ايا كان التول اللي انت بتستخدمها للتشات مع الذكاء الاصطناعي. تاني حاجه ممكن تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي انك تكتب الابلكيشن اللي بتقدم بيها على البي ام اي. طبعا البي ام اي بيشترط ابلكيشن، يعني اكريديتيشن بوديز ثانيه او معاهد ثانيه او جهات مانحه للشهادات ما بتشترطش الابلكيشن، بس سنس ان احنا بنتكلم عن البي ام بي دلوقتي لانه اشهر شهاده في مجال اداره المشروعات، فخلينا نستفاد من النقطه دي، واكيد هتكون مفيده بالنسبه لك في ايا كان الابلكيشن اللي انت بتقدمها. مش لازم حتى البي ام بي، ممكن تبقى اي سيرتيفيكت ثانيه او حتى اي حاجه بره الشهادات عموما. لو انت بتقدم على ابلكيشن ومحتاج ان هو يكتب لك كلام مثلا في ليميت معين لعدد الكلمات، ان انت كتبت 50 كلمه هم عايزين 200 كلمه، فانت اديله ال 50 كلمه دول وهو هيكبرهم لك ويزود عليهم. زي ما هنا في المثال ده انا اديت له ان انا عايز من 300 ل 400 كلمه بيشرحوا الخبره بتاعه الشخص ده في المشروع، ووضحت له المشروع ده ان هو internal management system
مستشفى، وضحت له ايه الحاجات اللي الراجل ده عملها في الانيشيشن فيز والبلاننج والاكسكيوتنج وهكذا. سبت له الكلام ده، هو بقى عمل اكسبانشن ليه او طول الابلكيشن وكتب فيها كل الحاجات اللي مطلوبه، وزود بقى على كل حاجه يعني يحط التاتش بتاعه كده. انت كاتب له مثلا ريسك ريجستر، فهو يقول والله انا عملت الريسك ريجستر عشان كذا وكذا، الستيك هولدرز ريجستر عشان هيساعدني في كذا وكذا. وبالتالي قدر يعمل لك ابلكيشن محترمه جدا جدا، وتقدر تساعدك انك تاخدها زي ما هي كده، تراجعها، تعدل فيها شويه حاجات، تضيف حاجه، تشيل حاجه، وتقدم بيها على الاستماره بتاعه البي ام بي او الاي سي بي او ايا كان السيرتيفيكت اللي انت بتقدم عليها. النقطه اللي بعد كده بقى انك وانت بتذاكر بيقابلك بعض الاسئله او التحديات، حاجات انت عايز شرح ليها اكتر، حاجات عايز تتاكد انك فاهمها صح، فتقدر تسال الاي اي وهو اللي يساعدك. المره دي انا مش هكمل كلام مع تشات جي بي تي، انا هكلم بينج اي اي، ويمكن ده منتشر اكتر مع الناس واكسسبل اكتر لانه مش محجوب زي تشات جي بي تي في دول تانية كتير. فخلينا نبص عليه كده. جيت قلت له والله انا دلوقتي بذاكر للبي ام بي، وبيقابلني شويه صعوبه في اني افهم الريسك ريسبونسز للنيجاتيف ريسكس او الثريتس. فقلت له ممكن تشرحها لي؟ فقال لي اكيد، وبدا يشرحها لي، بس شرحها لي بشكل مختصر شويه زي ما احنا شايفين. فانا قلت له لا، انا عايز تفصيل اكبر. ما انا عارف ان تكتب لي اسم كل واحده اسكليت وافويد، وتكتب لي جنب كل كلمه منهم سطر، ما انا عارف السطر ده، انا عايز تفصيل اكتر. رحت قايل له elaborate more for each technique، ان وضح لي اكتر. فراح كتب بقى تحت كل تكنيك منهم تقريبا 3 سطور ونص او 4 سطور عن كل تكنيك منهم. طيب لو انا خلاص فهمت الموضوع ده وعايز تفصيل اكتر بقى من خلال ان هو يقول لي حدوته، فقلت له can you tell me a story. فالستوري دي بيشرح لي بيها التكنيكس دي في موقف معين. فمثلا قال لي ان عشان نشرح ده، تخيل ان انت مدير مشروعات في كونستراكشن كومباني، وان انت هتبني مبنى جديد للشركه، وعندك في ريسك ان المورد بتاعك هيتاخر في تسليم المواد اللي عنده. فقال لي بقى انت هتقدر ازاي تتعامل مع الموضوع، سواء باسكليت او افويد او ترانسفير او ميتيجيت. جيت بعدها قلت له نفس السؤال تاني، بس كتبته له بالعاميه المصريه، وسالته ان هو يشرح لي الريسك ريسبونسز ديت بالعاميه المصريه. فقلت له ان انا بذاكر دلوقتي الامتحان بي ام بي ومش عارف الفرق بين تقنيات الاستجابه ومش عارف ايه. كتبت له الكلام، راح كاتب لي نفس الكلام ده باللغه العربيه او بالعاميه. ممكن اقول له بعد كده ممكن تحكي لي حدوته حلوه كده تربط لي الاساليب دي عشان ما انساهاش تاني. فبدأ يحكي لي الحدوته دي، نفس الحدوته اللي فوق. لو سألت نفس السؤال تاني ممكن يحكي لك حواديت تانية. ممكن تقول له حدوته يروح قايل لك انت طالع رحله، والرحله دي في ريسك ان مصاريفها تبقى زياده، او ان انت ما تبقاش عارف الاماكن هناك. يعني كل مره هتساله نفس السؤال ممكن يدي لك اجابه مختلفه. فجرب كده بعد ما تخلص الفيديو ده على طول ادخل واساله نفس الاسئله دي، وشوف اجابته عليها هتكون عامله ازاي. اخر حاجه ممكن نستخدمها في الذكاء الاصطناعي هنا هي ان هو يساعدنا في اجابه الاسئله اللي احنا مش متاكدين من اجابتها. فجيت هنا قلت له ان انا بحضر دلوقتي للبي ام بي، وعندي بعض الاسئله اللي انا مش عارف اجابتها، او يعني مش متاكد من الاجابه، وعايز ادي لك السؤال وتديني الجاستيفيكيشن بتاعه. فبكل سهوله جدا قال لي شور اي ويل دو ماي بيست. فاديته السؤال، راح فعلا اختار الاجابه الصح، واداني اكسبلانيشن كامل للاجابه دي ليه هي الاجابه الصح. لو انا كمان عايزه يفصل اكتر، او عايز اساله هو ليه الاجابه بي مش هي الصح، انا مثلا اخترت بي والاجابه الصح كانت ايه، ممكن اساله هي ليه الاجابه بي ما كانتش صح. طيب هو المصطلح اللي انت كتبته في الجاستيفيكيشن ده وضحه لي اكتر، انا اول مره اقرا عن المصطلح ده. وغيرها من الطرق اللي انت ممكن تبقى بتتكلم معاه رايح جاي زي صاحبك، تقدر ان انت تساله على اي تفصيله، او المدرب اللي معاك اللي انت بتحضر معاه الكورس التحضيري، بدل ما تحتاج انك تبعت له وهو يرد في الوقت المناسب ليه، ولو في يعني سؤال زياده انت محرج تساله فيه، لا انت تشات جي بي تي قول له زي ما انت عايز وابعت قول له السؤال يوضح لي اكتر، لا ترجم، لا زود معلومه زياده، وهكذا. ده يعني كان تطبيقات سريعه كده ازاي الاي اي هيساعدك في التحضير للامتحان، ولكن لازم ناكد على تنويهات مهمه جدا جدا بخصوص الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي هو ما عندوش نفس الذكاء البشري بتاعنا، وللاسف هو ما بيعرفش يقول لا. هو بيفتي وبيهبط في حاجات. احيانا لو انت سالته على معلومه مش هيقول لك انا مش عارفها، او احيانا بيقول ان هو مش عارفها، بس احيانا اكتر ممكن يجيب اي كلام على بعض ويفتي زي صاحبك اللي بيهبط في اي حاجه كده. هو ممكن يعمل كده احيانا. فيعني اي معلومه انت هتاخدها منه فكر فيها، ما تاخدش المعلومه كحاجه مسلمه. والابلكيشن مثلا ما ينفعش تاخد الابلكيشن زي ما هي كده وتروح تحطها في الموقع. راجعها، ضيف عليها الخبره بتاعتك الفعليه، عدل عليها حاجات. فدي نقطة مهمة انها تكون في بالك وانت بتستخدم الذكاء الاصطناعي. بس كده، ده كان موضوعنا النهاردة في استخدام الذكاء الاصطناعي للتحضير للامتحانات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره مع صاحبك اللي بيحضر لأي امتحان دلوقتي، وتعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية اللي هنتكلم فيها عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة المشروعات بشكل عام، مش بس التحضير للامتحان.